اتفضل. أنا اسمي محمد عبد العالي، مواطن هنا في السوق، عمل في محل الجزيرة اهوت. هنا مشكلة الناس يعتبر بالنسبة للناس هنا أغلب الناس يعني الناس يعتبر في مستوى المعيشة هنا الناس تعبانة، الدخل طبعا تعبان، والبلد اللي حصل فيها يعتبر الثورة ومش الثورة، كل ده مؤثر على الناس من الناحية المادية ومن الناحية الاقتصادية. طبعا مشاريع كتير في البلد يعتبر بايظة بسبب الثورة، وفي مستثمرين كتير يعتبر انسحبوا بأموالهم من الدولة بسبب اللي حصل في البلد طبعا. طبعا يعتبر اغلب المستثمرين اللي هم كانوا يستثمروا فلوسهم داخل يعني مصر، اصبح النهارده من بعد الثوره الناس دي خافت، سحبت كل فلوسها يعتبر من البلد، بحيث ان مشاريعهم يعتبر مهدده، واغلب الشركات النهارده اعلنت افلاسها او سرحت نص العماله اللي هي شغاله فيها بسبب كده، بسبب الثوره. طبعا من يمت بقى المشكله هنا مثلا في السوق، يعني مشكله هنا يعني يعتبر الاجهزه الرقابيه هنا في الدوله مش على اتمم استعداد بالنسبه للفران، اصحاب اللفران بيبيعوا جديد، المرافق طبعا سايبه الشارع زي ما هو كده، اللي فارش في نص الشارع، وانت حضرتك ممكن تقدر تصور يعني الكلام دوت وهتلمسه. طبعا في هنا مستشفى هنا اللي عربيه الاسعاف ما تقدرش تخشها بسبب ان الشارع هنا يعتبر مزدحم بالناس، وكله فارش في نص الشارع، يعني اللي عنده محل ملتزم، انما اللي فارش في الشارع ده يعتبر مبوظ الشارع خالص. تاجر شنط. حضرتك بتتكلم على نظام الشارع مثلا او السير المشاكل والعقبات اللي موجوده قدامك اللي انت شايفها او لامسها ايه في المجتمع؟ لسه البلطجه زي ما هي في الشوارع قبل الثوره وبعد الثوره. قبل الثوره وبعد الثوره، وكل ده كان من النظام السابق وحبيب العدلي، ولغايه دلوقتي جميع الاقسام واللي موجودين في الاقسام على علاقه بالبلطجيه، والعمليه دايره زي ما هي ما بين البلطجي وضابط الشرطه. طب حضرتك شايف يعني مشاكل زي أزمة العيش، الطوابير، أزمة السولر، المواصلات، لسه دي موجودة برضه؟ يعني كانت موجودة قبل الثورة أيام النظام السابق، هل دي لسه موجودة دلوقتي؟ موجودة برضه بس على أخف، يعني كانت موجودة قبل الثورة ودلوقتي موجودة، مفيش جديد. شكرا. الاسم نجم عبد الصيف جاسم، الجنسية عراقي من محافظة ديالى. فأنا من 2006 دخلت إلى جمهورية مصر العربية وإلى محافظة طنطا. فالحمد لله رب العالمين، يعني لقينا البلد كويسة وفيها ناس طيبين ومحترمين، ولكن بعد الثورة شوي الأمور بقت مش حلوة، والوضع مش مستدبد يعني. ده بعد الثورة؟ بعد الثورة. فأنا عندي عيال في مدارس خاصة، من يوم ما دخلت مصر لحد دلوقتي بدفع مصاريف كثيرة جدا. شغلتك إيه أصلا؟ والله يا أصلا أنا حلاق في عندي محل شغال فيه، وأجار المحل وأجار الشقة، ومصاريف الدروس هنا جدا غالية، والوضع تعبان جدا. فمدخل عيالي في مدارس خاصة في مدرسة العزب، فادفع لهم مصاريف كتير، وانا غريب اصلا في البلد وما عنديش حاجه يعني هنا اي مساعده تجيلي غير عملي وشغلي واقف على رجلي واشتغل. في تأثير يعني في تقصير من الساده المسؤولين؟ نعم، في تقصير من الساده المسؤولين، لانه في مدارس خاصه كلها، والمفروض هم يساعدونا اللي احنا العراقيين. لجأت لهم وهم رفضوا ان هم يساعدوك؟ نعم، في قرارات عند الدولة المصرية في انه المغتربين لازم يدخلوا مدارس خاصة، ما يدخلوش حكومة. ما قدمت الشكاوي ليه في كده ان في تقصير من السادة المسؤولين؟ ما فيش حد يستجيب، يقول لك ده قانون دولة، ما فيش. طب نفس النظام ايام الرئيس المخلوع وحسني مبارك كان نفس هو النظام الموجود حاليا، ولا في تغيير الى حد ما؟ لا، ما فيش تغيير، كله نفس النظام ونفس الوضعية، ما فيش أي تغير. شايف مين متسبب في ده؟ والله هل التقصير من الشعب أم من المسؤولين أم من الرئيس أم من أداء الحكومة؟ لا، أداء الحكومة، لأنه الحكومة قديمة نفسها ماشية على سيستم مش عايزة تغير الوضع،
والروتين هو واسلوب الناس اتغيرت من بعد الثوره. بقت الناس ما فيش الود، ما فيش الحب والحنان بين الناس، بقى واحد بيكره التاني. عصرنا في السنوات السابقة مشاكل الخبز، مشاكل الطوابير، مشاكل السولار، أزمة المواصلات. شايف إن ده لسه موجود لغاية دلوقتي؟ طبعا، لأن أيام النظام السابق كان يعني الدولة ماشية في كل حاجة متوفرة، البنزين، السولار عندكم. لكن دلوقتي في حاجات مش موجودة في البلد، مفتعلة، في عايزين يأزموا البلد أو يأزموا الوضع ده، يأزموه يوصلوا إلى مرحلة مشاكل جامدة مع بين الناس. فندعي من الله سبحانه وتعالى أن يهدي المسؤولين ويهدي الشعب ويخاف على بلدهم، لأنه دي مصر قلب الأمة، ومصر أم العروبة، ومصر أم الدنيا. فمصر إذا كانت قوية فالعرب كلهم أقوياء، وكانت ضعيفة فالعرب كلهم ضعفاء. لأن مصر قوية جدا في شعبها، وفي حكومتها، وفي مياهها، وفي نيلها، وفي كل حاجة. أسرتك كم فرد يا حسين؟ والله أسرتي إحنا 5. كم في الشهر مثلا تقدر تكفي لهم احتياجاتك؟ يعني إزاي؟ يعني بتصرف كم في الشهر عشان تلبي احتياجاتك واحتياجاتك؟ لا كتير، مبلغ كتير. ما يعادل كام يعني أنا أدفع بالشهر تقريبا 1000 شوية بس مصاريف عيال. 1000 وشوية مصاريف بس مصاريف عيال، دروس خاصة، غير أكل وشرب، غير الأكل والشرب، غير خروج. يعني ممكن تعدي 2000 جنيه؟ أكثر من 2000 جنيه. وملابس ومدرسة، والمدرسة مالكش أي عمل غير هو الحلاقة؟ ما عنديش غير عمل، هو بس الحلاقة، وواقف على اليوم. تطلب إيه من المسؤولين ومن الرئيس محمد مرسي؟ والله ندعي من الأستاذ الحاج محمد مرسي، اللهم يحفظه ويديله الصحة، ويخاف على البلد ويخاف علينا احنا كمواطنين عرب، تحت رحمة رب العالمين، تحت رحمته، أن ينظر لينا بنظرة عطف وحنان، يوفر لكم فرص عمل ليكم، يوفر فرصة عمل لينا. وإنما مش دلوقتي، إنما عايزين ندخل عيالنا في كليات حكومي، وده هي أمنيتي في الحياة. فندعي من الله أن يهدي الرئيس محمد مرسي أن يدخل عيالنا مدارس حكومي بدل ما الخاصة، لأن الخاصة جدا صعبة جدا، وما عنديش أدفع أنا للكليات وعمارات. المشاكل اللي بتواجهك عامة قبل الثورة وبعد الثورة؟ الجاز والمرور. طب شايف إن حلهم ممكن يبقى إيه؟ أزمة الجاز تتشال. طب ما في طلبة بتشتكي من الأجرة بدأت تزيد عليهم من إيه؟ بتروح الدور دلوقتي في ساعة ونص من زحمة الجاز والقرف. طب شايف دور رئيس الجمهورية ممكن يعمل لكم ايه والسادة المسؤولين في ان هم يحلوا لكم المشاكل دي؟ يحل لنا أزمة الجاز. لو أزمة الجاز اتحلت في الأجرة بتاعتها زي ما هي، عمره ما زي. وأنا واحد من الناس ما بيزودش الأجرة، بس في ناس بيزودوا الأجرة وحقهم. شايف ان الثورة ما حققت لك حاجة من أحلامك اللي انت؟ ولا الهوا. شايف ان الثورة ما حققتش حاجة؟ لا ما حققتش حاجة. طيب بتتمنى ايه في الفترة الجاية؟ أتمنى إن البلد ربنا يعني سلام كده وتمشي عادية خالص. أنا مش عايز حاجة، يعني الحمد لله. أنا عن نفسي أنا مش عايز حاجة. وأي واحد من السواقين دول هيقول لك كلام. أنا محمد عبد الحليم إبراهيم منوفي، طالب في جامعة طنطا كلية التربية الرياضية. الواحد بيواجه كتير من مشكلات في بلدنا قبل الثورة وبعد الثورة، بس كان يختلف إن قبل الثورة أنت بتقول وما حدش بيسمعك. الميزة بعد الثورة إن يعني الضغط الكلام بقى بيجيب نتيجة. قبل الثورة كنت تهرتل، مهما تهرتل مفيش أي حاجة. لو كلامك زاد عن الخط المسموح بيك فأمن الدولة على طول. الله أعلم بقى اللي هيحصل لك. الحمد لله أنا ما رحتش، أنا من الناس يعني اللي بيمشوا جنب الحيط، بس عادي يعني. بعد الثورة بتتكلم والضغط بيجيب نتيجة، بس الأمن قل شوية، لأن أنت كنت في مجتمع في يعني كبت جامد للمجرمين والكله. في مثلا ناس كتير جدا ما كانوش مجرمين، بس أهو يعني في الزحمة زي ما بيقولوا يعني. وهو بس المشكلة بعد الثورة إن مفيش يعني مفيش تيار سياسي يعبر عن الناس اللي قاموا بالثورة.
ماشي. اسمي علي الجمل من طنطا، شارع 14، متفرع من شارع النادي. بالنسبه قبل الثوره كانت النظافه مش مظبوطه. بعد الثوره دلوقتي حاليا يعني بعد ما قدمت شكوى للسيد المحافظ وشكوى لرئيس الحي بدات النظافه دلوقتي بقت كويسه جدا يعني. لان التقصير بالنسبه لي انا بالنسبه للقوات المسلحه المفروض لي يكون ليا معاش وما ليش معاش لحد دلوقتي. يعني زي ان انا خدمت في القوات المسلحه 10 سنين وخرجت بدون معاش.